اتلمي وما ترخصيش نفسك. شوبك وتعالي اسمعك. بنات كتيرة جدا بتعمل تصرفات غريبة بدافع انها تتشاف والناس تبقى حواليها، بس للأسف هي بشكل كبير جدا ما بتبقاش عارفة عواقب أفعالها دي هتوصلها لإيه. وعلى فكرة انت السبب في ده، انت السبب في ان الناس دي شايفاك رخيصة وملكيش قيمة عشان انت حاطة نفسك في الزون ده، تجنبا بقى لانك تكوني الشخصية دي. فتعالوا بقى اسمعوا الكام صفة دول علشان تتجنبوا تكونوا بلا قيمة. اول حاجة الحدود. البنت اللي ما عندهاش حدود عاملة زي البيبي اللي اول ما يتولد كده سلبوتة من غير هدوم. الحدود دي بالنسبة لي زيها زي الهدوم. ينفع ننزل الشارع من غير ما نلبس؟ العاقل هيرد يقول لي لا، يبقى ما ينفعش نعيش بشخصية ما عندهاش حدود. لبسي شخصيتك حدودها بعد إذنك عشان ما تبقاش مهزقة اللي رايح واللي جاي يقلل منها، وساعتها انت ما ينفعش تفتحي بقك، ما انت اللي سايباها سلبوتة. ما تسترخصيش وانزلي اشتري لك حدين 3 كده يعملوا لك اي منظر. اللي ما بتعرفش تقول لا. عارفين الشخصية دي عاملة زي ايه؟ عاملة زي العجينة بالظبط، بنعجن ونغبس فيها يا عيني علشان نشكلها على مزاجنا. لا مش بس كده، اي طفل معدي خد يا بابا حتة العجينة دي العب بيها واعمل فيها اللي انت عايزه، وما تعرفش تفتح بقها، ولا حتى بيكون عندها اوبشن الاختيار انها تطلب مثلا انها تكون بيتزا ولا فطيرة. عجينة بقى. الشخصية دي بقى تلاقيها جوه شلة يقولوا لها فاكس المحاضرة تفكس للمحاضرة، هنخرج النهاردة تخرج النهاردة، مش هننزل النهاردة ما تنزلش النهاردة. وده يا ريت تيجي على قد كده وخلاص، لا ده الأنقح بقى انهم بيعملوا كوارث، والله العظيم حرفيا بيعملوا كوارث ويدخلوها في حوارات، وهي يعني تبقى زي الهبلة مبسوطة، ما هم عايشوها حياة ما عاشتهاش قبل كده. وده بيحصل اكتر بقى في الفئة اللي بتكون محبوسة من الاهل، يعني كان مقفول عليها، فاول ما يجيلها فرصة ما بتصدق وما بتميزش بقى. وفي فئة تانية بقى بتكون خايفة من الوحدة، فبتخاف تعترض على اي حاجة شايفاها غلط عشان يا حرام ما يخرجوهاش بره الشلة العظيمة دي ويبعدوها عنهم. وقيس على كده بقى مواقف واشخاص كتيرة جدا بتتكسف انها تقول لأ على حاجة مش هتقدر تعملها علشان بتكون خايفة على الطرف التاني يحسن يزعل، وناس بتهلك نفسها وتتحمل فوق طاقتها بس عشان ما بتعرفش تقول لأ. فهتلاقي اي شخص عارف قيمة نفسه قادر يميز البني ادم اللي قدامي ده ليه قيمة ولا لا بسبب التصرفات اللي هو بيعملها. انت يا بنت انت يا حمار فهمك ان الغباء ده علامة من علامات الانوثة، ولا انك بكده هتبني الكيوت الرقيقة ولا حاجة؟ والنبي بقى بلاش فقع المرارة. بجد هو كان يقصد كده ما كنتش فاهمة. بطلوا بقى، بطلوا فقع مرارة بقى، قرفتونا. الحمار اللي فاهمك كده بيضحك عليكي، انت هتكوني في نظر اي حد واعي مثقف ناضج غبية ومحتاجة تشتغلي على نفسك اكتر. والله العظيم شكلك بيبقى مهزأ وعبيط قوي وبيبان انك فيك. البنت بقى لكل صحابها ولاد علشان البنات منافسين وما بتقدرش على دلعهم وكل الكلام ده. احب اقولك انك مشكوك في انوثتك اصلا، انك تقدري على معاشرة الولاد وتواجبي خشونتهم وهزارهم اللي كله مد ايد وتسمعي كلامهم اللي بيكون 3/4 اصلا شتيمة والفاظ خارجة، علشان انتي ما تقدريش على دلع البنات وقعدتهم. فانتي محتاجة تروحي تطمني على انوثتك. وعلى فكرة هما بيبقوا شايفينك ابراهيم صاحبهم عادي، وعمرهم ما هيبصولك نظرة البنوتة الجميلة الرقيقة. فلا يا حبيبتي مش هتطلعي بعريس منهم ولا حاجة، وغالبا بيشوفوكي مجنونة. فتلمي وما ترخصيش نفسك. وعلى فكرة انت الخسرانة، حد يسيب القعدة الطرية اللي ريحتها كلها تشيز كيك فراولة دي ويروح لقعدة ناشفة ريحتها نيكوتين تسد النفس؟ لا انت دماغك فيها حاجة يا بنت. البنت اللي شايفة ان سعادة وراحة الطرف التاني على كتفها بتتشقلب كده علشان تخلي اللي قدامها مبسوط دايما، عايشة بس عشان ترضي الناس. كلام جميل، فين سعادتك انت بقى؟ لا ما انا ببقى مبسوطة لما اللي قدامي يبقى مبسوط. يعني سعادتك مربوطة بالطرف التاني، مهزأة يعني. غالبا هتلاقي اللي حواليها اللي هي مديالهم طاقتها وسعادتها دول، لو راجل هتلاقيه بيخونها، لو صاحبتها او حد من اهلها هتلاقيه دايما كارف لها ومش مهتم بيها اساسا. ليه؟ عشان هي ما عندهاش كرامة ولا عارفة قيمة نفسها. للأسف. ايه ده؟ انت بتهزقني وبتشتمني وبتمد ايدك عليا وبتخوني وكنت هتموتني؟
طب انا اسفه، حقك عليا، سامحني بقى. انت عبيطه يا بنتي، ما هو يا انت بتتاسفي عماله على بطال علشان انت ما صدقتي ان يكون في حياتك حد سواء راجل او صاحبه او ايا كان او انت ما صدقتي عشان انت مش لاقي حد يبصلك، فما صدقتي ان راجل عبرك، ولا انت بتتاسفي بقى عشان انت تعبانه في دماغك ولا ايه؟ بس عايز الشمس راحت، فخلينا ننجز كده عشان الدنيا دلوقتي هتضلم، الاضاءه هتبقى زي الفل. البنت اللي بترضى بالعدم، عاوز اهتمام اتفضل، عاوز حب وحنان اتفضل، عاوز فلوس اتفضل، عاوز طاقه اتفضل. والله العظيم لو عايز تاخد صحتي انا ما عنديش مشكله. في ايه يا ماما؟ في ايه يا حبيبتي؟ انت زيك زيهم، انت كمان محتاجه لده، انت محتاجه ان يتقدم لك ده. فلو احنا بنتكلم على ان دي علاقة ما بين راجل وست، فانت مش محتاجة انك تبادري، هو كراجل مسؤول عن ان هو دايما ياخد الخطوة، المبادرة تكون من عنده هو وبس، المفروض تدي على قد ما هتستقبلي وبس. سواء بقى في علاقتك مع راجل، سواء في علاقتك مع صاحبة، سواء في علاقتك مع اهلك، ايا كانت نوع العلاقة اللي انت فيها دي ايه، احنا بندي على قد ما بناخد وبس. ليه اللي بيمشي لك خطوة بتمشي له بلاد؟ جماعة أنا كنت زيكم كده، بس الحمد لله كبرت وفهمت إن مش لازم اللي يجيب لي حاجة أجيب له 10 حاجات، ما أجيب له حاجة عادي يعني. أرجوكم بلاش اللي يشتري لكم كوباية لبن تروحوا انتوا تجروا تشتروا له بجاموسة. وبس كده، كنت في السلام عليكم.